ريال مدريد يفوز على ساسونا في نهائي كاس الملك، بطولة لعبناها منها 40 فاينل، لعبنا فيها 40 فاينل، كسبنا 20 وبقينا الوصيف 20 مرة. بطولة دوري الأبطال أسهل منها حرفيا. البطولة دي معانا من 2014 ما خدناهاش، فالبطولة حرفيا مستعصية بطريقة مش طبيعية. البطولة حرفيا مستعصية بطريقة مش طبيعية، وبنخرج بسيناريوهات هبلة، وحرفيا دوري الأبطال فعلا يعني أسهل منها بكتير فشخ فشخ. المهم احنا بنفوز، رودريجو بيجيب هدفين رودريجو بيجيب هدفين وفينيسيوس بيصنع الهدفين، وحاجه في منتهى الجمدان الصراحه، واستمرار كميه برضو العنصريه قدام فينيسيوس. بس حاليا فينيسيوس بقى اهدى من زمان فشخ، بقى احسن من زمان فشخ في الحوار التعامل النفسي والحاجات دي معاهم. هو بقى بيستفزوه بره اللعب، فهو بقى بيستفزهم في اللعب، من هو بيمرسهم بيلبسهم كباري. وده الصح، وده التعامل الصح، ان هو انت لو رحت معاهم في طريق الاستفزازات، لا هم يعني هيطلعوك بره الماتش، هيطلعوك بره مود الماتش خالص، فانت اللي هتخسر مش هم اللي هيخسروا. بالعكس، انت اول تلت ساعه الباك اليمين اللي كان بيلعب عليه واخد انذار بسبب فينيسيوس، فانت خلاص ركبت انذار، هو بعد كده مش قادر يلمسك. بقى اي حد من نص الملعب او اي حد تاني من قلوب الدفاع بقى هو اللي بيروح على فينيسيوس، مش هو. جه في اخر لقطه مش عارف هو ولا مين جه راح ملبسه خبوره وراح معدي. ده الاستفزاز الصح. استفز انت فينيسيوس بقى بره اللعب، واقعد يتريق على بشرته واقعد اعمل له في شعره، وهو يستفزك بقى في ان هو بيفشخك ويعدي 2 3 منكم كفرقه ويروح يجيب جون ويصنع اهداف. هو ده الصح، ده الصح اللي المفروض يعمله فينيسيوس على طول. ده المفروض يعمله اي حد بيتعرض للعنصريه. العنصريه اي حد ضدها، مش احنا بس، اي حد طبيعي، بني ادم نورمال، بني ادم طبيعي يعني في الحياه، بني ادم طبيعي في الحياه هيبقى ضد العنصريه. المهم انت بتفوز. الفرق يعني ريال مدريد عموما ما لعبش ماتش كويس خالص عشان يفوز، بس انه هات تكسب لو تلعب حرفيا. انت ممكن تلعب يعني ممكن تلعب 6 فوتبول بقى وبص وتأدي وتروح ب50 فرصه وفي الاخر تخسر عادي 1-0. المهم ان انت بتفوز النهائي، يعني النهايه تكسب لو تلعب. وفي الاول وفي الاخر مبروك لريال مدريد، مبروك جماهير مدريد. البطوله مستعصيه، خضعت في الاخر والاول، خضعت. وحرفيا دوري الابطال اسهل منها. المهم ان هي خضعت، والبطوله بعد سنين وسنين عجاف خضعت يا جدعان اخيرا قدام فرقه غير زي اساسونا. اساسونا كانت متعوده على السيناريوهات دي ان هي بتخش فيها وبعدين ترجع تعمل رومنتادا، فمعانا احنا لا، احنا غير خالص، احنا غير خالص. المهم ان احنا فزنا. قدامنا ماتش يوم الثلاث مع مانشستر سيتي، شوف الدنيا ماشيه على ايه. مبروك ريال مدريد، مبروك لجمهور ريال مدريد. السلام.